السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعيد سعيد علينا جميعا وعلى الأمة العربية والإسلامية أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ماتش القمة كلاسيكو الشرق الأوسط، شاء من شاء وأبى من أبى. أفضل ماتش في الشرق الأوسط كله، العالم العربي وأفريقيا وآسيا كله بيستنى ماتش الأهلي والزمالك. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن نقط قوة كل فريق منهم ونقط الضعف، وهنتكلم عن حكم المباراة إبراهيم نور الدين والعوامل المساعدة للفريقين. يلا بينا نبدأ الماتش، بس نبدأ التحليل. بس قبل ما نبدأ، يا ريت فضلا وليس أمر، لأول مرة يشوفنا يا ريت تشترك في القناة، مش تبخل علينا باللايك جميل، وصلي على النبي في الكومنتات، وتوقع مين اللي هيفوز بماتش القمة، الزمالك والاهلي. بس قبل ما نبدا تحليل نقطه قوه الفريقين، هنتكلم عن ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين الحكم صاحب العلامات عليه خطوط حمراء كتير، خطوط كتير حمراء بتحسب للاهلي ضربات جزاء من الهوا كده. ابراهيم نور الدين اللي هيعتزل بعد الماتش اخر الموسم، يعني مش باكي على حاجه، بيفكرني بريشة اللي كان بيحكم ماتش الاهلي وطلع الجيش واعتزل بعديها وضيع على الاسماعيلي الدوري. هل ابراهيم نور الدين هيتوظف يعني في القناة الاهلي بعد الموسم ما يخلص؟ هنشوف. عموما احصائيات ابراهيم نور الدين مش تبشر بخير. ابراهيم نور الدين في ماتشات الاهلي كلها ما خسرش غير الاهلي منه ماتش واحد من سموحة 3-0. ابراهيم نور الدين حاسب للاهلي 15 ضربة جزاء وحاسب عليه 5 ضربات جزاء، بالعكس الزمالك حاسب له 12 ضربة جزاء وحاسب عليه 11 ضربة جزاء فرق. الزمالك خسران معاه 4 ماتشات، والاهلي خسران معاه ماتش وحيد بالثلاثية من سموحة. هنسيب ابراهيم نور الدين وهنسيبه بقى وهو وضميره، احنا مش هنتدخل في النيات، بس ان شاء الله خير وتقدم ماتش يليق بتاريخك بقى، مش بتاريخك اللي فات، تختم بيه التاريخ كده كده ناصع كده ان شاء الله. هنخش بقى على الزمالك. الزمالك طبعا بيلعب استحواذ من جوميز، بس يا رب جوميز مش يلعب في الخطة. انا اتمنى يبدأ بعواد المسلوسي وعبد المجيد الرائع فتوح، عمر جابر الرائع. في ناس متألقة بصراحة. عمر جابر، دونجا، شحاتة محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيبه من شلبي خالص، ناصر ماهر، زيزو، سامسون اكينولا. هي دي التشكيلة المثالية. ويا ريت ما يفتح بس. طبعا نقطة قوة الزمالك في الاستحواذ والهجوم الكاسح من كل الأطراف الملعب، حتى المدافعين بتهاجم، حتى خط الوسط كله بيهاجم، فده أكتر حاجة هيستفيد منها كولر. احنا شفنا طبعا الماتش اللي فات نهائي الكاس، كولر ما عملش حاجة، ركن الاتوبيس وكله هجوم من الزمالك، في الآخر كرة طايشة دخلت جول. فنهدى شوية، احنا نهدى شوية ونمسك الكورة، ولازم نجيب هدف. لازم الاستحواذ اللي هنعمله اصلا كده كده جوميز هيلعب على استحواذ، وكده كده هتلاقي الزمالك ماسك الكرة 70%، 75%. كده كده جوميز مش هيغير طريقة لعبه، وكده كده هيلعب على. فأتمنى بس نلعب على نقطة ضعف الأهلي نسدد من مرة. احنا بنشوف عبد الله السعيد بيموت نفسه في الماتش اللي فات عشان يسجل هدف ويعمل حاجة للزمالك. ان شاء الله التسديدة الجاية هتكون في شباك الاهلي ان شاء الله، وهيسجل اول هدفه بقميص الزمالك. فالصراحة الزمالك في نقاط قوة كتير، نقاط ضعفه حارس مرمى. انا قاعد وخايف من لو كرة اتشاطت عليه من نص الملعب، انا خايف بصراحة. بحس ان احنا هيتحط فينا هجوم في اي ثانية من اي فريق مهما كان ضعيف، ما بالك بقى الاهلي بحظه ده. الاهلي محظوظ، فريق محظوظ بطريقة فظيعة. والرسالة اللي هوصلها بس للاعيبة الاهلي، لا تلعب زي النادي الاهلي كده، لا تلعب زي الرجالة كده وتفوز، لا اما ما تلعبش. مش هنكون تيسير على وشك طولة الماتش وهلاقي واحد بيعمل لي نيني 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 في الاخر ويجيب هدف كده ويفوز. لا، تلعب زي الرجالة ما بتلعب وتفوز، لا اما تخسر زي ما الناس بتعمل. مش هنلاقيك ما بتلعبش وتكسب.
يلا فضلا وليس امرا، اللي اول مره يشوفنا تشترك في القناه، ومتبخلش علينا باللايك الجميل زي ما قلنا، وتصلي على الحبيب في الكومنتات، وتتوقع مين اللي هيكسب الماتش ده.